ازيكم؟ طبعا كله بيحب الفلفل المخلل، والنهارده هعمله لكم بقى ايه سريع سريع، وهتاكلي منه بعد ساعتين بس. انا حقيقه بحب اللي هو الاحمر شويه ده. اول حاجه هتعملي فيه فتحه صغيره بس كده في قلب الفلفل. عندي بقى كمان حله هحط فيه ميه، اغطي بالميه دي خالص، لازم يتغطى. وهحطه على البوتاجاز من بعد ما يغلي بقى، تبداي تعدي 3 دقايق من بعد ما يغلي. اول ما يغلي 3 دقايق بس وتطلعي. اهم حاجه حطي حاجه بس من فوق كده تقيله عشان تغطسيه في قلب الميه ويستوي كويس. اول ما يستوي هي 3 دقايق يا بنات من بعد ما يغلي. هصفيه بقى واحطه في ميه ساقعه. تمام. بس اهم حاجه اصفيه من ميه سخنه واحطه تحت ميه ساقعه او ميه الحنفيه يعني. عندي بقى هنا ميه غليتها وسبتها لما بردت. فقلب البطرمان طبعا متعقم، وعندي كام ورقه لورا، وعندي كمان كام فص ثوم هقطعهم شرايح. عندي كمان كام فص من القرنفل. والقرنفل هنا يا جماعه ما تستغربوش بيدي طعم حلو جدا. وعندي نص كوبايه من الخل هحطها هنا. ادي كام فص قرنفل هحطهم. طبعا ممكن كمان تزودي كرفس، بيبقى حلو قوي. وهحط هنا كمان 5 معالق من الملح، من 4 ل5 معالق على حسب ما بتحب المخلل بتاعك ايه. ادوبهم كويس في الميه، والميه دي خلاص بردت، غليتها وبردت. احط بقى فيها الفلفل بتاعي بس. اهو كده خلاص خلص، وهتاكلي منه بعد ساعتين بالظبط. لو الفلفل بتاعك عايم فوق ممكن تحطش عليها حاجه كده تقليه عشان يغطس تحت. بس كده خلاص الفيديو بتاعي النهارده خلص. سلام.